مرحبا بكم مستمعينا فيما يلي النشرة الثقافية. نبدأ نشرتنا من إيطاليا، حيث يستطيع الإيطاليون الذين سيتمون عامهم 18 هذه السنة انتظار هدية حكومية لهم في عيد ميلادهم، وهي مبلغ 500 يورو أي 562 دولار لإنفاقها على أنشطة ثقافية مثل شراء الكتب وحضور الحفلات الموسيقية ومشاهدة الأفلام. وتأتي هذه الهدية ضمن خطة بقيمة 290 مليون يورو أي ما يعادل 325 مليون دولار لرئيس الوزراء ماتيو رينزي، الذي يقول إنه يريد أن يشعر البالغون الجدد بأنهم جزء من أكبر إرث ثقافي في العالم. وقال رينزي أن المنحة ستكون متاحة اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول المقبل، غير أن منتقدين لخطة رئيس الوزراء يرون أن حيلة سياسية على غرار منح وعطايا أخرى، يقولون أن رينزي يقدمها بدلا من سياسة متماسكة لجعل الاقتصاد الإيطالي الذي يعاني ضعفا مزمنا أكثر تنافسية. وتتطلع بيتريتش هيرش من مدينة تورينيو شمال البلاد لرؤية كيف ستنفق المنحة الثقافية، وتقول: نادرا ما كنا نذهب في رحلات مدرسية، وسأحاول الذهاب إلى السينما أو المسرح أو الاشتراك في المجلات والصحف. وبوسع المؤسسات الثقافية بدء التسجيل في برنامج المنحة الثقافية، وسيتمكن الإيطاليون البالغون من 18 سنة والذي عددهم تقريبا يصل إلى 750 ألف، والمقيمين من غير الإيطاليين والمولودين عام 1998 وأتموا عامهم 18 طلب الحصول على بطاقات هوية عن طريق الإنترنت. وتشير الإحصاءات في مكتب الإحصاء الأوروبي أن إيطاليا أنفقت على التعليم أموالا أقل من أي بلد آخر في الاتحاد الأوروبي في عام 2014. تعرض في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الذي تجري فعالياته في الفترة من 8 إلى 18 من سبتمبر أيلول الجاري 8 أفلام حظيت بدعم من مؤسسة الدوحة للأفلام، التي تعتبر تلك المشاركة تأكيدا على جودة وحسن عملية الاختيار التي تدعم الأصوات المعروفة. وسوف تعرض 7 أفلام حصلت على منح إضافة إلى فيلم البائع في أقسام رئيسية في النسخة 41 من مهرجان تورنتو، الذي يحتفل بالجرأة والرؤية الثاقبة والأصوات غير المعروفة التي توسع مفاهيم السينما. كما تستضيف مؤسسة الدوحة للأفلام 2 من صناع الأفلام القطريين، هما حافظ علي عبد الله ومريم مسروعة، في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، حيث يشاركان في سلسلة من ورش عمل الهادفة وفعاليات التعارف ولقاءات الصناعة. وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الدوحة للأفلام فاطمة الرميحي إن عرض تلك الأفلام مصدر فخر واعتزاز لنا، فهذا يؤكد جودة وحسن عملية الاختيار التي تدعم الأصوات المعروفة وكذلك الجديدة في السينما من العالم العربي والعالم أجمع. وخلال المهرجان سيحظى فيلمان حاصلان على منح من مؤسسة الدوحة بعرضهما الأولي العالمي، وهما إن شاء الله استفد لمحمود المساد وخارج الإطار لمهدي اليعقوبي. ومن الأفلام الأخرى التي ستعرض في المهرجان عند حلول الظلام للمخرجة أنوشا، وفيلم الشمس البيضاء للمخرج ديباكرو نياز. وقبل هذه المشاركة سبق لأعمال سينمائية دعمتها مؤسسة الدوحة للأفلام أن فازت بجوائز في ملتقيات سينمائية عالمية، من بينها مهرجان كان السينمائي الدولي ومهرجان سرايفو السينمائي. أما في اليابان يقام مهرجان عربي للتعريف بالثقافة العربية، غير أن عدم مشاركة الجالية العربية في أنشطته أفقدته كثيرا من أهميته. ويأمل المنظمون أن يساهموا من خلال المهرجان في تغيير الصورة النمطية السلبية لدى اليابانيين عن المنطقة العربية من خلال التواصل المباشر بين العرب واليابانيين، ولكن إجحام العرب على مستوى الجاليات والسفارات عن تنفيذ فكرة تقديم الثقافة العربية إلى اليابانيين من خلال أنشطة ثقافية وترفيهية دفع مجموعة صغيرة من اليابانيين الذين زاروا الدول العربية وأحبوا شعوبها إلى تنفيذ هذه الفكرة. واللافت في هذا المهرجان أن بعض اليابانيين جاءوا من المناطق التي ضربتها تسونامي وزلزال عام 2011، ممن تلقوا مساعدات من دول عربية ورغبوا في رد الجميل بتقديم منتجات يابانية محلية بأسعار منخفضة.
انتهت النشرة الثقافية، نشكركم على حسن الاستماع.